الدنيا ليه والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميلة وانتوا انوارها. أكاديمية الفنون صرح أكاديمي منوط بتعليم الفنون المختلفة. هو المورد الأول والشرعي والوحيد في الشرق الأوسط اللي بيخرج جموع الفنانين باختلافهم. يعني احنا عندنا المعهد العالي للفنون المسرحية بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للسينما بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للكونسرفاتوار، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل. 8 معاهد عليا و4 مدارس: مدرسة الباليه، مدرسة الموسيقى العربية، مدرسة الكونسرفاتوار، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية. الدخول بالنسبة لجميع معاهد الأكاديمية يبقى بالثانوية العامة أو ما يعادلها زي الاي جي والامريكان بعد اجتياز اختبارات القبول. بيبقى عندنا شرطين أساسيين متحددين بنحددهم في كل مجلس أكاديمية، الشرط الأولاني هو شرط السن، والشرط الثاني هو شرط المجموع. وما عدا ذلك بيجتاز اختبارات القبول، وهي الشروط الأساسية لدخول أي معهد من معاهد الأكاديمية. لأنه الحقيقة في حقيقة الأمر ما ينفعش ان اي حد يخش اكاديميه الفنون وهو مش موهوب، لان الاساس عندنا هو الموهبه. ان احنا عندنا مدارس، المدارس دي بتستقبل الطلاب، عندنا نظامي وغير نظامي. النظامي بيستقبل الطلاب المعهد العالي للباليه من سنه 4 ابتدائي، المعهد العالي للكونسرفاتوار من 3 ابتدائي، المعهد العالي للموسيقى العربيه من اولى ثانوي، تكنولوجيا التطبيقيه بعد الاعداديه. الاختيار الأول بيتم إعلان في الجورنال إن إحنا هنطلب متقدمين للأكاديمية، وبيتم امتحانات للقبول. بتبقى امتحان سمعي عشان نشوف الودان بتسمع موسيقى ولا لأ، اللي بيتحركوا بالظبط مع الموسيقى، يعني اختبارات واختبارات للإمكانيات الجسم. عندنا قسمين: قسم تصميم واخراج الباليه، وقسم بيضم اساتذه، وقسم تاني بطرق تدريس الباليه. وهما القسمين فيهم كل المواد اللي بتدرس الاساتذه بيدرسوها في الاكاديميه في المعهد. احنا طبعا بنشترك كل سنه للمعهد للمدرسه الباليه. احنا هنا المدرسه، وبيتدرج بعد كده في المعهد العالي والبكالوريوس والدراسات العليا، وبيعملوا ماجستير ودكتوراه. ده التدرج الدراسي. والدراسة عندنا زي المدارس الحكومية بالظبط، يعني تبع وزارة الثقافة. بتنقسم بقى بعد كده للقسم الفني اللي هو بيدرس فيه المواد بتاعة الباليه. بنقدم كل سنة عروض خاصة بمدرسة الباليه،
كل سنة بيعملوا عرض في الأوبرا، لكن ده بجانب الاشتراكات بقى. لو هيعملوا بحيرة البجعة في الأوبرا بياخدوا من الطلبة، أو كسرت البندق لأنها موضوعاتها عن الأطفال، برضو بيستعينوا بالطلبة عندنا في المعهد. وكتير من العروض بتاعت الفنية اللي هي بتقدم في دار الأوبرا المصرية. أنا في سنة 9 في تخرج. أنا كان في الاختبارات كان جسمي إن أنا يعني متقبلينه في الاختبارات وفي اللياقة البدنية، والحمد لله قبلوني. وأنا دلوقتي في سنة تخرج. اشتركت في عروض زي كسرت البندق، زي أوبرا عايدة، روميو وجولييت، كذا عروض تبع أوبرا القاهرة. وأنا حلمي إن أنا ألتحق بفرقة أوبرا القاهرة. ومثل الأعلى يعني في العالم، يعني في راقص الباليه فازيليف، ده جنسيته روسي. دخلت سنة 2011، كان عندي 9 سنين. عملنا هنا اختبارات. في الاختبارات دي اتأكدوا ان انا لائقة بدنيا، وبيتأكدوا من شكل الرجل والليونة. بعد كده درسنا 9 سنين متواصلة هنا، واتخرجت دلوقتي انا بدرس في معهد عالي هنا برضو. اشتغلت في كسرت البندق، واشتغلت في عرض بحيرة البجع. الدنيا ليه والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميلة وانتوا انتوا